جريمة إنسانية لم يشهد لها التاريخ. المذهب الشيعي إذا رضي بهذه الجريمة وإذا رضي بهذه المهزلة فلا نقول أنه يوجد شعب. علي بن أبي طالب يحرم حرق ابن ملجم، يقول للحسن عليه السلام: بني حسن رفقا بأسيركم أطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي ولا تحرقوا الرجل. ابن ملجم لا يحرق، ولا تحرق الرجل لأني سمعت جدك رسول الله يقال إياكم بالبثلة ولو بالكلب العقور. فإذا كنتم من أتباع الحسين وشيعة علي بن أبي طالب وتقلدون مرجعية، هل يسمح لكم دين علي بن أبي طالب بالحرق وسفك الجثث هذه؟ لا لذنب اقترفناه، وإنما لوطنيتنا وعروبيتنا وعراقيتنا وأصالتنا وعدم انصياعنا للمرجعيات التي أرادت أن تفرض هيمنتها وسيطرتها على المرجعية العراقية. مين العراقيين عايزين؟ سود وجوهنا إذا ما نطلع عندنا مرجع، صخم الله وجوهنا إذا مثل التشيع في العراق ما يطلع لنا مرجع، مثل ما يطلع الدستور ويطلع البروفيسور ويطلع العلماء، لازم يطلع مراجع. يعني احنا ما يحكمنا إلا مرجع مستورد، ما نقبل هذا أبدا، ما نقبل. دكتور حياك الله. موفقين إن شاء الله.